السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد سادة، قناة إيجي أنمي أنيمالج، حلقة جديدة. والنهاردة هتكلم عن أهم قناة في حياتنا من ساعة ما اتولدنا، قناة سبيس تون. تابعونا. زمان 1999 راجع بقى من أولى ابتدائي عشان أشوف الأنمي اللي كان بيجي على قناة البحرين. كان أنمي عن سباق عربيات، واتفاجئ إن قناة البحرين اللي كنت بتابع عليها الأنمي الوحيد اللي كنت أشوفه اتقفل، فتح مكانها قناة اسمها سبيس تون. قناة سبيس تون خدت حقوق بس من قناة البحرين، كان بداية عرضها في سنة 99. وعرضت لنا أول أنمي كان بيتعرض عليها أيامها، كان أنمي اسمه فولترو. كان عبارة عن 5 نمور فضائيين بيتحدوا مع بعض، حاجة كده زي باور رينجرز بس ياباني. فولترون قوة للخير تنطلق نحو السماء. قناة سبيس تون دي بقى كانت بداية متابعة ناس كتير للأنمي، مكانش حتى الناس عارفة اسمها أنمي وقتها. كنا سنة 99 وعايزين نتفرج بقى. كان بدايتنا مع فولترون شوية، والقناة كانت بتشتغل ساعتين 3، بعد كده بقت 6، بعد كده بقت 12 ساعة، بقت زي الفل ورضا. يعني احنا مكناش لاقيين، ده كانت أول قناة من نوعها. القناة دي بقى كانت بدايتها كانت مختلفة، لأن كان كل قنوات الأطفال كانت عاملة زي طيور الجنة دلوقتي، تعرض تجيب لك حاجات شكلها غريب كده، ديناصور لونه بينك عمال يهزر، حاجات غريبة، تيلي توبيز، حاجات شكلها مستفزة حتى للأطفال لحد دلوقتي. أنا لحد دلوقتي بخاف منها. الحاجات دي بقى كانت عند سبيس تون مختلفة خالص. سبيس تون بقى اختلافها كان إنها بتجيب لك حاجات لناس فوق 16 سنة، وتدبلجها بطريقة لناس تحت 16 سنة. لناس في أولى ابتدائي يقدر يشوفها عادي. انت متخيل ان طفل في أولى ابتدائي بيسمع أغنية بتقول له شرف الوطن أغلى منا ومين، اللي هو نظام ايه شرف الوطن؟ انت بتتكلم ان انت عايز تطلع تحارب دلوقتي. قناة فعلا بتغرز جواك حاجات حلوة. سبيس تون كانت عبارة عن عالم بيخليك تعيش جواه. أول ما تقعد تلاقي سفينة فضاء خدتك في تصميم حلو، توديك على كوكب تصميم وجرافيك وتفاصيل كلها روعة. التفاصيل دي كانت عبارة عن إن كوكب 10 كواكب بالظبط في عالم سبيس تون، كل كوكب وليه شخصيته. كوكب أكشن، كوكب كوميديا، كوكب بونبون، كوكب زمردة للبنات فقط. كل دي كوكب كان بيبقى ليه شخصية، وكان بيبقى ليه أنمياته اللي بتيجي عليه لوحده. وده كان فعلا بيحفزنا إن احنا لما بنشوف كوكب احنا عايزين نشوفه مخصوص بنهتم وبنتابع وبنشوف ايه الموضوع. فايز الصباغ رئيس قناة سبيس تون ورئيس أكتر من 500 موظف حوالين العالم متخصصين في ترفيه الأطفال، وكان هدفهم إن نقل الثقافة العربية للأطفال بطريقة مبسطة. كان ده هدف القناة من الأول، إن تقدم لك محتوى جاي من الغرب بس في نفس الوقت يتناسب مع ثقافتك وعلمك ودينك. يعني كان مبدئيا كده أول حاجة عملها إنه غير في الأنميات اللي كان فيها بعض المشاهد أو بعض الألفاظ أو بعض الحاجات اللي ما تنفعش مع مجتمعنا، وغيرها بطريقة أنت ما تحسش بيها علشان تناسب القصة وفي نفس الوقت تكون مناسبة لنا، مناسبة لمجتمعنا. وده فعلا خدم المجتمع. القناة دي كانت بتشارك في تربيتك. القناة دي كانت بتتفرج عليها أكتر من 130 مليون شخص. انت بتتكلم عن رقم خرافي، لحد النهاردة مفيش قناة قادرة توصل للرقم ده. قناة خرافية قدرت توصل لكل بيت وكل طفل، وتشارك في تربية كل الأطفال في جيل التسعينات تحديدا. انت لو مواليد التسعينات فانت 90% انت لازم هتكون شفت القناة دي في أي وقت. في ناس بقى كانت متأثرة بالقناة فكان لازم يبقى مختارين المحتوى. القناة كان ليها أهدافها، وأهدافها كانت واضحة. أهدافها إنها ترسخ الثقافة العربية والثقافة بتاعتنا لقلوب الأطفال. مبدئيا من بداية اللغة، إن هم كانوا مصرين على اللغة العربية الفصحى في وقت ما كانت أغلب الحاجات الكرتون أو الأطفال بتدبلج بلغات مختلفة زي مصري زي الخليج، إنما هو كان مختار اللغة العربية الفصحى من دون أي لكنة، يعني من دون لكنة سورية، من دون لكنة مصرية فيها وأنت بتتكلم لكنة خليجي، لا، لغة عربية فصحى دقيقة وبتركز على مخارج الحروف بكل كلمة علشان توصلك المعنى وفي نفس الوقت تعزز جواك قيمة اللغة بتاعتك. والله وبدأ يوم جديد. بعد يدك عني، أنا لا علاقة لي.
الجيل اللي بيحب الانمي دلوقتي كله هو لازم هيكون عدى على سبيس تون. اغلبه كان بيتريق الاول على سبيس تون، كان بتغير حاجات زي مثلا توجوموري اللي كان نعسان وبيشرب عصير، لا ده طلع كان سكران طول الوقت. حتى المجرمين بتوع كونان كان المجرمين اغلبهم في سبيس تون انه بيشعر بالندم وندمان انه وصل لكده والجريمه لا تفيد. بس في اللغه اليابانيه كانت اول صدمه ليا ان انا بلاقي دايما المجرم 90% من الوقت فرحان باللي عمله ومبسوط ان هو نفذ كده، ويقول لو الزمن عاد هعمل كده. دي طبعا كانت صدمه. بس سبيس تون كانت عارفه ازاي توصل للاطفال ان الموضوع ده ما ينفعش نقول لطفل ان الشخص اللي ارتكب ده مش ندمان وعايز يكمل فيه. ودي طبعا كانت حاجه ساهمت في شخصية كل طفل كان بيتفرج، وحاجة ما ينفعش كانت تتعرض للأطفال في الوقت ده. سبيستون كانت بتحافظ علينا من أي مشاهد وأي أشكال كان ممكن تأثر فينا، برغم إن في الوقت بداية التسعينات بداية الألفينات اللي احنا شفناها ما كانش فيه التكنولوجيا إنه يقدر يغير في رسم شخصية، إن هي شخصية مثلا لابسة لبس ما ينفعش مع مجتمعنا يقوم جاي ملبسها بطريقة معينة. لا، كان بيضطر إن هو يجيب الوش بس حتى لو هيبوظ المشهد، لمجرد إنه عايز يطمن إن محدش طفل هيشوف حاجة ما تصحش. وبالفعل كان في انميات تعتبر بتتعرض على سبيستون ممكن تبوظ زي، وبيجي في مشاهد فيها انت مش فاهم مين اللي بيتكلم بسبب ان هم كانوا بيعيدوا مشاهد، بيعيدوا شكل وش شخصية عشان الشخصية دي طالعة بلبس او بشكل ما ينفعش. وفعلا سبيستون نجحت معانا في كده، واحنا دلوقتي بنشكرها لانها فعلا ساهمت في تربية جيل قدر يعرف قيمة بلده وقيمة اللغة. سبيستون كمان كانت بتعمل حاجة اقوى من ده كله في الأغاني، جابت أغاني خلتك تعرف قيمة الفن اللي بجد من ضمن الأغاني. أنت متخيل أغنية زي مثلا شرف الوطن، أغنية زي بتاعة تهزيم الرعد، أغاني كتير كانت بتتكلم عن الوطن وعن الحرب وعن إنك بتدافع عن حقك بطريقة أنمي أو بطريقة كرتون. إحنا كنا حافظينها معرفناش قيمتها غير لما كبرنا. وفي نفس الوقت كانت بتستعمل آلات موسيقية وحاجات بتحسسك بالطاقة والنشوة، وده ما كانش مناسب مع الأطفال في أي حتة. سبيستون كان مؤسسينها كان عندهم نظرة إن بيراهنوا على وعي الطفل العربي إن الطفل ده هيوصل في يوم من الأيام إنه يكون قادر وفاهم اللي بيتقدم له ده. وفعلا اللي تقدم له ده ساهم في شخصية أطفال كتير. مفيش حد كان بيتابع سبيستون غير وهو كان دايما عنده أمل إنه يكون أفضل، لأن القناة بتربي جواه الموضوع ده من وهو صغير. القناة كانت برسالتها إنها دايما توصل لك إن قيمة الأب والأم، قيمة العيلة، قيمة الأسرة، قيمة الأصدقاء، قيمة إنك تكون عارف حقوقك، أو قيمة إن أنت تدور على حقك، وقيمة إنك تكون شجاع. القناة كانت دايما بترسخ ده في عقلية الطفل، حاجات ممتعة مختلفة عن كل القنوات التانية. حتى القنوات اللي فتحت بعد كده ما قدرتش توصل الشكل اللي سبيستون كانت بتوصله. سبيستون اتعمل منها 9 نسخ على فكرة، ناس كتير ما تعرفش كده. كان في سبيستون كوريا، في سبيستون الهند، كان في سبيستون باللغات دي. تخيل سبيستون بالكوري، ده تم وتنفذ فعلا وكانت محققين نجاح لأسباب أنا لحد دلوقتي مش عارفها. ما نجحتش أو اتلغت القناة واتفتح قنوات بدلها من الدولة نفسها، بس بالفعل القنوات دي اتعرضت وكانت محققة نجاح. سبيستون كفكرة كان ممكن تحتل العالم، كانت أحلى من أي قناة أجنبية. وفي نفس الوقت إنها بتحافظ على عقلية الطفل، بتعرض له حاجة حتى لو هتغير في قصتها. كان في برامج زمان بتيجي على سبيستون دورت عليها على اليوتيوب مش لاقيها خالص، بس مش هفتكرها غير مواليد جيل التسعينات أو جيلي. كان برنامج بيجي مذيع عادي مننا عادي بيستضاف داي الشجاع وكونان على يمين. تخيل مذيع بيستضاف شخصيات الكرتون. بس كان البرنامج ده كان محقق نجاح كبير، وكان كل الأطفال كانوا بيتصلوا بيه. وكان دايما جايبين المحقق كونان اللي بيفكر في المشاكل بالعقل. كان طفل يتصل أو يبعت رسالة إنه يقول له مثلا مشكلة، فده يقول احنا نروح واضرب الضربات بتاعتي. في نفس الوقت كونان يقول لا احنا لازم نفكر بالعقل. الموضوع ده كان حاجة بسيطة، كان حاجة مربحة للقناة، بس في نفس الوقت كانت بتوصل قيمة حلوة إن هو الشخص اللي بيفكر بعقله هو ده الحل الصح. البرنامج ده طبعا دورت عليه وناس كتير ممكن ما تفتكروش أو ناس كتير ما تعرفوش، بس هو فعلا كان محقق نجاح كبير وقتها. القناة اللي حققت أعلى نسبة مشاهدات وأعلى قوة مع الوقت بدأ يحصل التطور. طبعا مع بداية 2010 بداية دخول الإنترنت بقى اللي متابعينها بدل ما استنى من خلصان بقاله 10 سنين هو لسه يدوله حلقة بحلقة ويرجعوا يعيدوها تاني، زي حوار نجوكو مثلا. قعدت من ابتدائي لحد ثانوي مستنيه يوصل لكوكب نمية، طلع من الأرض يوصل الكوكب. في الآخر اكتشفت إن ده كله حصل في كام حلقة يعني. بس سبيستون كانت بتحب بما إن حقوق الأنمي غالية أوي، فللأسف ما كانتش قادرة تشتري أنميات كتير أو حلقات كتيرة من أنميات مشهورة. فبدخول الإنترنت ودخول القرصنة بدأنا نشوف الأنمي ده مترجم
وبدأنا نشوف الحقائق بقى اللي ما كناش معلومين، زي اكتشافات زي صوت جوجو في النسخة اليابانية، حاجة مسخرة. زي هيسوكا طبعا في النسخة اليابانية اللي كان كله فخامة. فكرة سبيستون طول ما الأنمي القناص معروض كانت بتحاول توصل فكرة مش هيفتكرها غير قليلين، إن هيسوكا هو فعلا أبو جون. ويمكن ده اللي طلع ترند هيسوكا أم جون وكده، لأن سبيستون كانت دايما جت في آخر الجزء الأول من القناص وقتها، وجابت ان جون بيكلم ابوه بيحكي له عن كل اللي حصل له وكل اللي حصل في حياته وكده، وجابوا في الاخر يسوكا وهو بيبعت رسالة لجون، وكان موصل له ان هو دايما اللي بيدافع عنه. طبعا كل الكلام ده كنا مقتنعين واحنا بنتفرج، بس لما جينا نشوف النسخة اليابانية واكتشفنا حياة يسوكا، طبعا الموضوع ده اتدمر، محدش فكر فيها تاني. بس فعلا سبيستون كانت بتحاول توصل لنا كده. مع الاغاني زي طارق العربي طرقان ده، كأغانيه دلوقتي بعد الشهرة اللي هو خدها بسبب الأطفال اللي كبروا وبتقول أغانيه بقت بيطلب إنه في دار الأوبرا المصرية يجي يغني أغانيه بتاعة الأطفال اللي كان بيغنيها. ترى العربي طرقان، تخيل إنك ممنوع تدخل دار الأوبرا غير وأنت لابس بدلة وشيك ومتأمع، وتدخل عشان تسمع أغاني أطفال. الطفرة اللي حصلت دي إن الجيل اللي كان صغير في الوقت بقى دلوقتي كله شباب ومتجوز، وفي ناس فيهم متجوزة ومخلفة كتير زي يعني. فالناس ديت دلوقتي بقوا عايزين يسمعوا الحاجات دي. رشا رزق بتطلب منها في كل حفلة ان هي تغني اغنية القناص. كانت في الاول بتتفاجئ ان هي ما عادتش بتعرف تغني اغانيها العادية، لانها كانت بتغني اغاني للثورة، بس فجأة بقى بيطلب منها اغاني بتاعت القناص غنيها. ويمكن ده في الوقت اللي هي عرفت فيه فعلا ان ليها مجال، وبقت لها مكان في قلوب كل الجيل اللي طلع. في النهاية أحب أشكر فايز الصباغ اللي مؤسس قناة سبيستون، وما أحب أشكر طارق العربي طرقان أكيد، ورشا رزق. الناس دي شاركوا في طفولتي في قناة سبيستون. نجوم سبيستون دول اللي خلونا لحد دلوقتي متعلقين بالأنمي، لحد دلوقتي متعلقين بالفقرات وكل حاجة كانوا بيعملوها. أتمنى نشوف قنوات عربية تانية تكون بتحافظ على قيمنا العربية بدل القنوات الأجنبية اللي بتيجي وتكون حاطة حاجات في وسط كرتون عادي خالص يتناسب معهم هما بس ما يتناسبش مع مجتمعنا. يكون في قنوات كتيرة زي سبيستون كده تحافظ على القيم بتاعتنا. متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتقول لي رأيك، ولو انت عشت ذكريات مع سبيستون ما تنساش تكتب لي في الكومنتات، ولو فاكر اي حاجة من اللي انا قلتها يا ريت تقول لي في الكومنتات.